وذلك الذي قتل الحسين ليس يزيد، إنما قتله جده محمد صلى الله عليه وسلم، قتل بسيف جده كما قال ابن العربي رحمة الله عليه في كتاب العواصم من القواسم. ولهذا نقول على أنه لا يجوز الخروج على الإمام، والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله سبحانه وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كل خروج يخرج الآن باسم الحسين إلا وللحسين عليه منه وزر يوم القيامة. كل قطرة دم تراق اليوم إلا والحسين يتحمل وزرها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أنا أكتفي بالمعطيات التي تراق باسمه. حسين يتحمل دماء السوريين الذين قتلوا باسمه. حسين يتحمل دماء العراقيين الذين قتلوا باسمه. حسين يتحمل دماء أهل اليمن الذين قتلوا باسمه.